بيقولوا دايما لو نويت على الانتقام احفر قبرين، واحد لعدوك والتاني ليك. كلمة سهلة بتتقال، بس لما الظلم بيكسر الظهر، ولما بتشوف شقة عمرك بيتسرق قدام عينك، ومستقبلك بيتدمر، وسمعتك بتبقى في الأرض بسبب أقرب الناس ليك، ساعتها العقل بيطير. ساعتها الإنسان ممكن يبيع روحه ويفتح أبواب الجحيم نفسها بس علشان يشوف اللي ظلموه بيتحرقوا. اسمي طارق، عمري 35 سنة. لحد من 3 سنين فاتوا أنا كنت في قمة نجاحي، مهندس معماري شاطر وعندي مكتب صغير بس سمعته سابقة سنه، وكنت بحضر لفرحي على البنت اللي حبيتها، وكنت شايل أمي المريضة في عينيا. بس النجاح ده دايما له أعداء، وأسوأ أعداء هم اللي بياكلوا معاك في طبق واحد. كان ليا 3 أصحاب شركائي في المكتب، عادل ومحمود وكريم. كنا زي الإخوات، أو أنا اللي كنت مغفل وفاكرهم كده. في يوم وليلة الدنيا اتهدت فوق دماغي. ال3 خططوا من ورايا، مضوني على ورق من غير ما أقراه بحكم الثقة العامية اللي ما بينا، ولبسوني قضية اختلاس ونصب في مشروع ضخم كنا ماسكينه. صحيت لقيت البوليس في بيتي. ال3 شهدوا ضدي زور في المحكمة، وقدموا مستندات تثبت إن أنا المسؤول الوحيد. أخدت حكم ب5 سنين سجن. في أول سنة ليا في السجن خطيبتي سابتني، وفي السنة التانية أمي ماتت من قهرتها عليا. ماتت وهي بتدعيلي، وما كنتش حتى قادر أمشي في جنازتها. خرجت من السجن بعد نص المدة، حسن سير وسلوك، بس خرجت متحطم. مكتبي اتباع، ورخصتي كمهندس اتسحبت. سمعتي بقت في الوحل، بقيت منبوذ. بنام في شقة أمي القديمة اللي ريحتها كلها ذكريات توجع القلب. كنت بقف في البلكونة بالليل أفكر في ال3 اللي ظلموني، عادل ومحمود وكريم، اللي بقوا من حيتان المعمار وعايشين في قصور بفلوسي وتصميماتي. النار كانت بتاكل في قلبي. القانون ما نصفنيش، والناس ما صدقتنيش. ما كانش قدامي غير قانوني أنا، قانون الانتقام. بدأت أدور في سكك الضلال. لفيت على كل الدجالين والشيوخ اللي بيعملوا أعمال سفلية، بس كلهم كانوا نصابين، بياخدوا فلوس ومفيش حاجة بتحصل. لحد ما وصلت لآخر باب، دكان في حواري الضرب الأحمر القديمة بتاع راجل عجوز اسمه عم رضوان. راجل بيبيع كتب ومخطوطات نادرة من مئات السنين. دخلت له الدكان اللي كانت ريحته تراب وورق قديم، وحكيت له مأساتي وأنا ببكي، وترجيته يديني أي كتاب أو طريقة تدمر حياة ال3 دول. عم رضوان بصلي بشفقة وقال لي: يا ابني أنا ببيع كتب حكمة وفلسفة قديمة. سكة الأذية والدم دي آخرتها جهنم، في الدنيا قبل الآخرة. حل مشكلتك مش عندي، روح سلم أمرك لله، هو المنتقم. كلامه معجبنيش، الغل كان عميني. وفي اللحظة دي عم رضوان سابني في الصالة وراح يجيب لي كوباية مية من جوه علشان أهدى. عيني فضلت تلف في الدكان لحد ما وقعت على صندوق خشب صغير محطوط جنب مكتبه. الغطا بتاعه كان موارب شوية. قربت بخطوات بطيئة وبصيت جوه الصندوق. كان في كتاب غلافه اسود قديم جدا، مكتوب عليه بخط ذهبي باهت، بس قدرت اقراه: شمس المعارف الكبرى. دي ما كانتش النسخة المطبوعة المضروبة اللي في الأسواق، دي كانت نسخة مخطوطة بالإيد. الشيطان وزني، عقلي صور لي إن ده طوق النجاة الوحيد. مديت إيدي بسرعة البرق، سحبت الكتاب وخبيته جوه الجاكيت بتاعي، وخرجت جري من الدكان من غير حتى ما استنى عم رضوان يرجع بالمية.
سرقت الكتاب من الراجل اللي كان بيحاول ينصحني. رجعت شقتي وقفلت بابي عليا. قريت في الكتاب فصل كامل عن تسخير المرضى كخدام للانتقام. الشروط كانت مرعبة. في وقت معين من الشهر لازم أدخل خلوة لمدة 40 يوم في أوضة ضلمة تماما، أصوم صيام روحاني ومخرجش برا دايرة الحماية، وأقرأ عزيمة معينة آلاف المرات. والمفتاح بتاع السحر ده كله هو الطلسم. الكتاب كان شارط إن الطلسم يتكتب بحبر الزعفران ومية الورد على جلد حيوان ميت ما لمسوش إنسان قبل كده. دورت زي المجنون على الجلد ده، ما لقيتش. وقت الخلوة كان بيقرب، وفي ليلة لمعت في دماغي فكرة شيطانية. الكتاب بيقول جلد ميت، طب ما أنا ميت، روحي ماتت يوم ما اتظلمت وأمي ماتت بسببي. ليه ما خلطش حبر الزعفران بدمي وارسم الطلسم ده على صدري فوق قلبي بالظبط، علشان الخادم يحس بنار قلبي وينفذ أوامري بالحرف. جبت إبرة خياطة حامية جدا، جرحت صباعي ونقطت 7 نقط دم جوه الحبر، وبدأت أرسم الحروف السريانية وأسماء الملوك السفلية على صدري وأنا بضحك. قفلت الأوضة، سديت كل الشبابيك بورق جرايد، رسمت دايرة الحماية بالملح والفحم ودخلت جواها وبدأت 40 يوم. في الأيام الأولى الجوع كان بياكل معدتي، ما كانش مسموح لي آكل غير العيش الحاف. بعد اليوم العاشر عقلي بدأ ينسحب مني، الضلمة بدأت تتشكل. كنت بسمع صوت صدى بيرد عليا من زوايا الأوضة، صدى صوته خشن بيزيق زي الباب القديم. في اليوم 20 بدأت أشم ريحة شعر محروق. كنت بشوف ظلال ممتدة لحد السقف، تقرب من خط الملح وتقف تتفرج عليا. وفي اليوم 30 الهلوسة وصلت لأبشع درجاتها. سمعت صوت أمي بتبكي برا الدايرة وتقول لي اطلع من الدايرة يا ابني. كنت بسد وداني علشان ما اسمعش. وبعدين صوت أمي يتغير ويبقى صوت عادل بيضحك ضحكته المستفزة وبيقول لي انت هتفضل فاشل ومحبوس هنا. كل ما اسمع صوتهم الطلاسم المرسومة على جسمي كانت بتسخن كأنها جمرة نار. وبرغم كل ده كملت قراية التعويذ. وأخيرا الليلة 40 الساعة كانت 3 الفجر. بحق هذه الأسماء أجيبوا يا خدام هذا الطلسم واضربوا أعدائي ضربة لا يفيقون منها، العجل العجل، الساعة الساعة. مجرد ما نطقت آخر كلمة الأوضة بردت بشكل مستحيل. المية في الكوباية جنبي اتجمدت في ثانية، وفجأة الصمت نزل على الأوضة كأن حد سحب الصوت من الدنيا. بره دايرة الملح الضلمة اتكثفت وبقت كتلة صلبة. الكتلة دي بدأت تتشكل سواد بيتحرك طالع منه برودة ريحتها زي المقابر. الخادم حضر. الخادم كان أطول من سقف الأوضة، موطي راسه الضخمة ناحيتي. كنت بترعش زي الورقة. الكيان ده نزل راسه لحد ما بقت في مستوى وشي، وفي وسط السواد ده شفت ابتسامة مرعبة مليانة أسنان مدببة طويلة جدا بتلمع في الضلمة. والكيان اتكلم، صوته كان مسموع جوه راسي مباشرة. قال لي بجملة واحدة مليانة سخرية: انت غلطت في نطق الحرف الأخير من الطلسم يا ابن آدم. انت دعيتنا الحفلة وانت ما تعرفش شروطها. وبعد الجملة دي الكيان انفجر وتحول لدخان اسود
وخرج من تحت عقب باب الأوضة واختفى. وقعت على الأرض جوه الدايرة وأنا حاطط إيدي على راسي. فشلت. الحرف الأخير نطقته غلط. الخادم حضر بس علشان يسخر مني ويمشي. كنت حاسس بحرقة وقهر. طلعت من الأوضة، نمت يومين ما حسيتش بأي حاجة فيهم. ولما صحيت وفتحت تليفوني لقيت رسالة من زميل قديم ليا: انت عرفت اللي حصل لمحمود شريكك القديم؟ اتصلت بيه وانا ايدي بتترعش. محمود ماله؟ قال لي بصوت مخضوض: محمود مات امبارح، كان سايق عربيته وعربية نقل قطعت عليه الطريق. البوليس مش لاقي العربية النقل، كأنها اتبخرت. التليفون وقع من ايدي. محمود مات؟ الكيان ما كانش بيسخر مني. الطلسم اشتغل. سجدت على الأرض وأنا بضحك ضحكة مجنونة. نشوة الانتصار وفرحة الانتقام عموني. قلت لنفسي: واحد راح، فاضل عادل وكريم. قمت عملت أكل وأخدت شاور ووقفت قدام المراية علشان أحلق دقني. وهنا كانت بداية الكابوس الحقيقي. وأنا واقف قدام المراية حسيت بلسعة حرارة قوية جدا في صدري مكان الطلسم المرسوم. بصيت على الانعكاس بتاعي في المراية. الضحكة اللي كانت على وشي اتجمدت وتحولت لصرخة مكتومة في حلقي. الطلسم اللي أنا رسمته ما بقاش زي ما هو. حبر الزعفران الأحمر اتحول للون أسود غامق. بس المشكلة إن الطلاسم كانت بتتحرك تحت جلدي كأنها ديدان سودة. الطلسم بدأ يكبر ويتمدد. الخطوط بتاعته زحفت على أضلاعي، والحروف اللي كانت صغيرة كبرت وبقت عاملة زي العروق البارزة. قربت من المراية وأنا مش قادرة أتنفس. الخيوط السودة دي زحفت من صدري وطلعت لفوق ووصلت لحد أول رقبتي من تحت. حطيت إيدي على رقبتي وأنا بترعش. الملمس كان بارز وسخن زي النار. كل حرف منهم كان بينبض مع ضربات قلبي. النشوة الكدابة اتبخرت. في مصيبة بتحصل في جسمي. أنا لازم ألاقي حد يفهمني. لازم أرجع للراجل الوحيد اللي حذرني، عم رضوان. لبست بلوفر برقبة عالية علشان أدار المصيبة اللي بتزحف على رقبتي، ونزلت أجري في الشارع. رجعت جري لحي الضرب الأحمر لحد ما وصلت لدكان عم رضوان. أول ما دخلت عم رضوان كان قاعد بيقرأ، وأول ما شافني رفع وشه ووقف مكانه ومسك عصايته كأنه بيهاجمني، وزعق بصوت كله غضب: انت ليك عين ترجع هنا تاني يا حرامي؟ تخني وتسرق الكتاب الملعون من جنب مكتبي وانا رايح اجيب لك تشرب؟ جاي ليه دلوقتي؟ روح شوف المصيبة اللي انت فتحتها على نفسك. رميت نفسي على ركبي قدام مكتبه وقلت له بانهيار: سامحني يا عم رضوان، الغضب عماني. ايوه انا سرقت الكتاب منك، انا عملت مصيبة ما يعلم بها الا ربنا. ارجوك الحقني، في مصيبة بتحصل لي. عم رضوان ساب العصاية وبصلي بصدمة وقال لي بصوت واطي: انت ريحتك موت يا ابني، وريني عملت ايه. بإيد بتترعش قلعت البلوفر وفتحت زراير القميص ووريته صدري ورقبتي. الراجل العجوز أول ما عينه وقعت على الطلسم الأسود شهق شهقة رعب ورجع بكرسيه لورا. رفع ايده كأنه بيحمي نفسه مني وصرخ بصوت مكتوم: استر جسمك يا ملعون، انت ازاي ترسم العهد ده بدمك على لحمك؟ قلت له وانا ببكي: ما كنتش لاقي جلد حيوان، انا نجحت، الخادم حضر، بس قال لي ان غلطت في نطق الحرف الاخير.
ومن ساعتها واحد من أعدائي مات، والطلسم بدأ يكبر ويزحف على رقبتي. عم رضوان سند على المكتب وهو بيترعش، وبصلي بنظرة شفقة مخلوطة برعب حقيقي، وقال لي جملة خلت الدنيا تسود في عينيا: يا غبي، انت فاكر ان الغلطة في الحرف الأخير هي اللي بوظت السحر؟ الغلطة دي مع دمج دمك سرعت السحر وعكست مساره. الكيانات دي مش بتخدم حد ببلاش. السحر ده علشان يشتغل لازم له تمن، لازم له قربان يتغذى عليه علشان يجيب لك حقك. مسكت في طرف المكتب وقلت له: قربان ايه؟ قال لي: القربان دلوقتي هو انت يا طارق. كل مرة الخادم هيقتل فيها واحد من أعدائك، الطلسم هياخد المقابل من جسمك. صاحبك اللي مات قطع جزء من روحك وخلى الطلسم يوصل لرقبتك. انت لسه فاضلك 2 أعداء، صح؟ هزيت راسي وانا ببكي: ايوه، عادل وكريم. عم رضوان بصلي بعينين مبرقة وقال لي: لو واحد فيهم مات، الطلسم هيزحف وهيغطي وشك وعينيك، ولو التاني مات، الحروف دي هتدخل جوه مخك وهتتخنق بكلمات حقدك وهتموت أبشع موتة. انت بقيت البطارية اللي بتشغل السحر يا طارق، وموت أعدائك معناه موتك انت. رجعت لورا خطوتين، خبطت في باب الدكان. الانتقام اللي ضحيت بروحي علشانه بياكلني أنا. علشان أعيش لازم أمنع اللعنة دي من إنها تقتل عادل وكريم. لازم أحمي الناس اللي دخلوني السجن وقتلوا أمي، لأن موتهم دلوقتي معناه نهايتي أنا. لغاية هنا يا أصدقاء الخوف بنوصل لنهاية الجزء الأول من كابوس طارق. يا ترى طارق هيعمل إيه؟ إزاي هيقدر يوقف قوة سفلية جبارة انطلقت خلاص علشان تقتل أعدائه؟ ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم إشعار نزول الجزء التاني فورا. لغاية ما نتقابل تاني، خلوا بالكم من نفسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.